الشريحة الخامسة قد تستغرب لها أو قد لا تأتي على ذكركم، وهي شريحة اللي شالوا شيلة مش شيلتهم. ما لقيتش كلمة غير كده أقولها. اللي شالوا شيلة مش شيلتهم، اللي دفعوا ثمن غيرهم. مين هم دول أطفال بيت لحم. ما اقدرش، ما تجرأش أقول عنهم اللي راحوا في الرجلين أبدا. ده راحوا فوق الرؤوس، راحوا فوق الأكتاف. مات الغني ودفن، ومات العازر وحملته الملائكة. مين دول الزوجة اللي حاملة شريك حياة عايش الدنيا بطولها بعرضها، ومحافظة على نفسها، ومحافظة على عفافها، ومحافظة على كمالها، محافظة على عيالها. دي الزوجة اللي زوجها ما كانش يستاهل تراب رجليها، وخدها واتجوزها، وبنت ناس وبنت ربنا، وتعبانة ومتألمة. دي عاملة زي أطفال بيت لحم. طول ما هي صبرة وشاكرة وصامدة تدخل يا بنتي من ضمن أطفال بيت لحم. الزوج اللي تزوج وبعد شوية أصيبت زوجته بمرض عضال، مرض من الأمراض الصعبة، يخدمها ويطببها ويحميها ويأكلها ويشربها. ممكن زوج تاني لك وانا مالي، انا ذنبي ايه، انا اشيلها ليه، ما انا اشوف شبابي، انا اتدفنت، انا راح عمري، انا بشوف نفسي. اذا شفت نفسك ضيعت نفسك. اما اذا قلت دي البركة بتاعتي، دي بركتي، دي انا اصحى كل صبح ابوس ايديها ورجليها واقول لربنا اشكرك اديتني حاجة ما استاهلهاش، شلت شيلة يا ابني، ربنا هيديك نعمة عليها وهتكون زي أطفال بيت لحم.